يا ترى مين هو التابعي الذي ألقي في النار ولم تحرقه؟ وما هي قصته؟ وأنا بقول هنا تابعي وليس نبي. تعالوا بينا نعرف الإجابة، بس قبل ما نقول الإجابة يا ريت اللايك والاشتراك في القناة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شخص في اليمن اسمه الأسود العنسي وادعى النبوة، فتصدى له تابعي جليل اسمه أبو مسلم الخولاني. وكان الأسود العنسي شديد البطش هو وقبيلته، وأمر أتباعه أنهم يشعلوا نار عظيمة ليلقي فيها هذا التابعي العابد المؤمن بداخلها، وخيروه إما أن يقر بنبوة الأسود العنسي أو إما أن يلقى في النار. ولكن هذا التابعي ظل على إيمانه، فألقوه في النار وظل يذكر الله سبحانه وتعالى، ويقال بأنه صلى في النار، فأيده الله سبحانه وتعالى بالكرامة وحماه من الاحتراق، فخرج من النار ولم يصبه أذى. ومن بعدها أمر الأسود العنسي بإخراجه من اليمن حتى لا يفقد ولا أتباعه. وتم ذكر قصة هذا التابعي الجليل عند بعض العلماء كمثال ابن الكثير